صباح الخير. إيه، التفاهة تكسب؟ التفاهة تكسب على فكرة. من زمان جدا، وبداية من قراءتنا، وبداية من انخراطنا في الوسط الثقافي، ان التفاهة اللي بتكسب. مفيش حاجة جد بتكسب، لكن اللي بيطمن ان التفاهة ما بتستمرش، الهلس ما بيستمرش، بياخد وقته بسرعة. بياخد وقته بسرعة وبينتهي. بينتهي. مش دعوة للتفاؤل ولا محاولة ان انا اقدم صورة مش موجودة، لكن دي الحقيقة. ايه بقى اللي خلاني انتفض قوي واعمل الفيديو ده؟ انا بسرش على حاجة عايز اتأكد منها. لقيت فيديو لعيل تافه بيقدم محتوى تافه عليه 20 مليون. الصراحة اتخضيت كده، وفجأة انتبهت ان انا في مصر، فعادي يعني. فالمهم دخلت، لقيت نسبة كبيرة جدا من الوطن العربي داخلين على الفيديو. والفيديو من الاخر عشان ما نفضلش نرغي كتير، هو يقدم محتوى تافه. فسألت نفسي سؤال: هو ايه المميز في الفيديو؟ مفيش اي حاجة مميزة غير ان واحد تافه عمال يقول كلام تافه. الناس قاعدة والناس بتتفرج. فاستغربت جدا ان انا بقالي سنتين بنحر في روحي وبحاول اقدم محتوى، بحاول الى حد ما يعني. انا شايف وجهة نظري يعني ان هو محتوى هادف وعنده. انا عندي على قناتي 2000. الفيديو اللي خد اعلى نسبة مشاهدات هو فيديو للقطط اكتر من 2000. طب والمحتوى اللي بيتقدم والفن اللي بيتقدم ووجهة النظر اللي بيتقدم، حتى لو كنت مختلف معاهم، صراحة الشأن الثقافي ده حير الواحد وخلاني أبقى كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يسهل ونقدم محتوى كويس. تافه طبعا.